يا اهلا بجيش الطرش في الحلقه 24 من مكتنز المهارات. قبل اي حاجه صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ودول الاساطير اللي جاوبوا على كلمه سر الحلقه اللي فاتت وتقدر تبقى منهم. طبعا مش هننسى اصحاب اول 3 كومنتات. معاكم سيف حسام الدين، ويلا بينا احكي لك ملخص عن اللي فات. شفنا كيم لما اكتشف معلومات خطيره عن منظمه الفهد الاسود وارتباطها بعناصر من الجيش الشرقي، وبعدها راح البرازيل عشان يخلص على كارثه الزومبي وواجه ملك الاشباح. قدر يحمي الحاكم بوكا، وكمان اخد جوائز قيمه منه غير عينات الدم عشان يقدر يخترق للمستوى 8. اخر حاجه شفناها لما توجه للقطب الشمالي عشان يجيب النواه اللي هتساعده في الاختراق. صاحبنا قاعد يغني ومزاجه عنب على الاخر في الطياره، وبيقول الحمد لله انا محظوظ جدا ان الدنيا كانت ماشيه معايا زي السكينه في الحلاوه. كان مطلوب مني حاجات كتير قوي عشان اطلع المستوى الثامن. الحلقه الثانيه خلصت وانتهت بعد القضاء على التنين الشيطاني وكمان ملك الاشباح، لكن الصعب لسه جاي عشان سينا بنت الصرمه هي المهمه اللي عليها الدور. وللاسف خلاص اعلانهم للحرب على العالم كله هيكون قريب جدا. على الرغم من ان انا معايا حلفاء كويسين، لكن انا لازم اوصل للمستوى الثامن على الاقل بنفسي عشان يكون قدامي فرصه حتى ان انا اهزمها. كان الوصول للمستوى 7 سهل جدا عشان كان معايا كل حاجه انا كنت محتاجها من جايا، لكن الوصول للمستوى الثامن اصعب حتى من المستوى التاسع، عشان ده يعتبر انك بتفتح طريق لقوه الحاكم تدخل لجسمك. لكن ده بالنسبه للناس العاديين، عشان انا مين؟ انا اللي ختمت اللعبه دي اكتر من 100 مره، وعارف مكان كل قطعه محتاجها عشان ازود قوتي. اول مكان لازم ازوره هو قلعه المستحيل. وبالفعل صاحبنا بيوصل اخيرا، لكنه بيتم ايقافه من الحراس، والست دي اسمها سيليا وهي قائده الحرس. هنا جاي هنا ليه غريب وعايز ايه بالظبط؟ كيم بيبص عليها كده وبيقول جنيه الشتاء سيليا. على الرغم من انها مجرد قائده حرس دلوقتي، لكن في المستقبل هي هتبقى ملكه الشتاء وهتتحول لشخصيه من المستوى الاسطوري اس ار. معلش يا ست الكل، احنا جينا من غير ميعاد. انا هنا طبعا زي اي حد عشان اصطاد. بتقول له سيليا روح يا ابني شوف انت رايح فين، عشان المكان ده مفيش حاجه مناسبه ليك عشان ممكن وقبل ما تكمل كلامها بيفاجئها وبيقول لها انا هنا عشان اصطاد حاكم القطب الشمالي امبراطور الشمال. بتزعله سيليا وتقول له ولا انت عبيط يالا، ولا البرد اثر على دماغك؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ وعايز تقاتل ضد مين؟ احنا عايشين في الجو البارد ده بسبب اصلا تاثير هاله امبراطور الشمال نفسه، وانت جاي تقول لي انك عايز تقاتله؟ ده احنا بنخاف نقرب منه حتى. بيقول صاحبنا هي عندها حق فعلا الصراحه، عشان في اللعبه الوحش ده كان من المستوى التاسع، لكن حاليا هو لسه ما وصلش للتاسع ومحبوس في الدرجه الثامنه لحد ما يلاقي فرصته في الاستناره ويطلع للتاسع. عشان كده دي انسب فرصه حاليا ان انا اقتله فيها. بيفكر كيم ويقول خلينا اقترح على اقتراح، وفعلا بيفاجئها ويقول بص يا ست الكل، انا عارف انكم بتعانوا بسببه، عشان كده خلينا اساعدكم في القتال ضده، وكمان هساعدك تحرري فرقه حراس التنين. بيقول كيم في نفسه ان العرض ده مستحيل عليها ترفضه، عشان اخوها قائد فرقه حرس التنين اسير عند امبراطور الشمال. كلام صاحبنا جاب نتيجه فعلا، وبدات تتردد وبتقول له بالله عليك بالله عليك بتتكلم بجد؟ هل فعلا عندك طريقه ولا بتديني امل كداب؟ بس خلي بالك ان امبراطور الشمال ممكن يكون سمعنا، فازاي؟ بينزل صاحبنا شنطته وبيقول في نفسه هما كده كده اصلا في المستقبل هيقدروا يتحرروا منه، فمفيش ضرر ان انا اساعدهم ويخلصوا المشكله دي بدري. بيكمل كلامه معاها ويقول لها انت قلقانه يهجم علينا وبقوته هنموت مش كده؟ ما تقلقيش، عشان انا ناوي احقن الجثث دي بشويه ادويه، وساعتها هينام لفتره من الوقت، ووقتها بس نقدر نحرر فرقه التنين. بتستغرب ازاي قدر يحصل على الجثث اللي فيها طاقه قويه دي. بيقول لها مفيش يا ستي، هزمت تنين شيطاني في طريقي وانا جاي، وقبلها كان في تنين عبيط ما سمعش كلامي رحت جايبه في شوال. لا يا شيخ خطير انت كده يعني. على الرغم من ان انا مش مصدقاك، الا ان الوحوش دي فعلا هتعمل دورها في انها تبقى طعم كويس لامبراطور الشمال. عيب عليك يا ست الكل، هو انا شوال بطاطس قدامك؟ اتفرجي بس انا هعمل ايه. بتقول له بس انت عارف ان القوات الرئيسيه بتاعتنا مقصوره، فازاي هتقاتل ضده؟ ده خطير جدا عليك، ده حتى اخويا وفرقته الاقوياء اتاثروا منه. بيقول كيم كلامها صحيح فعلا، لان الوحش ده هو العدو الطبيعي للتنانين واقوى منهم كمان بكتير. غير كده كمان عنده مهارة قوية اسمها عاصفة الصقيع، واللي بتجمد أي حاجة في طريقها. لكن دي ممكن تكون فرصة كويسة بالنسبة لي زي ما حصل مع ملك الأشباح، وهتصرف أصدها. بيكلم سيليا ويقول لها ما تقلقيش، معنى إن هو يستعمل أقوى مهارة عنده يبقى هو شافني كتهديد ده، وساعتها هيكشف لي نقطة ضعف وأخلص عليه. بيعدي شوية وقت وصاحبنا بيروح عند الامبراطور الشمالي. اللي بقولك هو كده نايمة ست الكل صح؟ امال يعني بتشمس بروح امك؟ وبعدين بقولك خلي بالك عشان هو برضه ممكن يكتشف حضورك بسهولة لو قربت منه. بيبص لها كيم ويقول اما انا حمار صحيح، انا بسألك ليه؟ ما هو نايم فعلا اهو. صاحبنا بيقول لهم يستنوا هنا عشان ينفذ الخطة اللي اتفقوا عليها، وبيفعل مهارة الاختفاء وتقليل الحضور، وكمان بيلبس عباية الاختفاء عشان يعزز المهارات، وفضل يقرب منه بدون ما يتم اكتشافه. فوق كده كمان بيمنع تسرب اي منى من جسمه عشان يبقى كأنه ورقة شجر ماشية. بيطلع من معاه رؤوس التنانين، لكن فورا بيتفاجئ ويترعب، وده لما امبراطور الشمال
بنفسه وبيقوم من النوم، وده بسبب ريحة التنانين اللي شمها. وعلى طول كيم بيطبق المثل اللي بيقول لك اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. امبراطور الشمال لسه بيدور على كيم اللي نايم تحته وبيقول الحمد لله المهارة اشتغلت في وقتها. والعبيط ده بدأ ياكل بشراهة وهو مش واخد باله مني. ده انت وحش بدماغ حمامة صحيح، بدل ما تاكل بشراهة كده فكر ازاي الاكل ده ظهر قدامك. بس يمكن هو بيتصرف بالطريقة دي عشان بقاله عشرات السنين ما كلش لحم تنين. اخيرا بيخلص الامبراطور الاكل بتاعه وبدأت الادوية تعمل مفعول، وهوب بيقع على الارض دايخ. بيقول كيم الحمد لله واخيرا يا اخي، كنت اتمنى الاقي طريقه اخلص عليك بها دلوقتي، لكن للاسف مش هقدر، لازم يكون معايا تنين يهجم عليه. بتيجي سيليا وفرقتها بسرعه بعد ما بينادي عليهم كيم وبيقول لها تبعد شويه وهو هيدوب الجليد ده عشان يحرر اخوها وكل اللي معاه. وعلى طول بيستعمل النار القصوى عشان يدوب الجليد. وبعد لحظات واخيرا بيفوق اخوها وبتجري عليها سيليا، وشويه مشاعر بقى من عند المخرج لزوم الحبكه الدراميه وكده. بيبص كيم عليهم وبيقول حلو قوي، اخيرا قائد فرقه التنين اتحرر، عشان انا محتاج حاليا التنانين اللي معاهم عشان هم اللي هيساعدونا في القضاء على امبراطور الشمال. بيتم تحرير باقي الفرقه مع التنانين الخاصه بيهم، وبيقول القائد انا فهمت الوضع حاليا من اختي، شكرا على اللي انت عملته. بيقول له كيم مش وقته يا غالي تشكرني دلوقتي، امبراطور الشمال هيقوم من النوم حالا. بيقول له الكابتن استنى انا عايز اقول لك بس ان في تنانين لسه محبوسه في الجليد. بيقول له كيم ايه ده يا اسطى، هو مش انا حررت التنانين اللي موجوده كلهم هنا؟ لا موجود هنا ملك التنانين الامبراطور الاحمر لسه في الجليد. بيبص عليه صاحبنا وبيتفاجئ ويقول احيه، هو ليه موجود تنين ناري هنا في القطب الشمالي؟ بتقول له سيليا انت هتعمل ايه يا كبير، الجليد هنا سميك جدا عن اي مكان تاني. وبيقول الكابتن شكله كده كان اتاثر من مهاره عاصفه الجليد في اقصى حالاتها وتراكم التلج عليه، عندك طريقه تحرره؟ بيبتسم صاحبنا بخبث وبيقول انا لازم احرره طبعا عشان نفوز. وفي نفس الوقت بيقول في نفسه اخيرا جالي تنين لحد عندي عشان اخليه حيواني الاليف. يا ابن الخبيثه، فاكرين يا شباب لما كانوا بيقولوا له في معبد جايا اركب بيجاسوس، قال لهم بيجاسوس مين، انا عايز تنين، اهو جات لك على الطبطاب يا ابن المحظوظه. وفورا بيحرر كل المنى بتاعته في مهاره النار القصوى عشان يحرره. وبتقول سيليا جدار التلج ده مش هيدوب بسهوله يا كبير. بيقول صاحبنا انا كنت متوقع اصلا من الاول، الجدار ده محطوط فيه كميه منى ثلجيه ضخمه جدا. وفورا بيزود المنى بتاعته، وكمان بيتكلم مع التنين بلغتهم وبيقول له قوم يا عم انت هتفضل نايم لحد امتى؟ وفعلا بيحس بيه التنين وبيقوم، والكل مستغرب اصلا ان في بشر يعرف لغه التنانين. وحتى الامبراطور الاحمر بيقول له انت ازاي تعرف لغتنا يا بشري، ده حتى التنانين الصغيره اللي قدامك دي مش بتعرف تتكلم بلغتنا، انت ادهشتني فعلا. وقبل ما يكمل كلامه بيظهر الامبراطور الشمالي، وده بيكون اعلان على انه صحى وكمان قدر يتخلص من الادويه في جسمه. بيامرهم القائد بتنظيم الصفوف والاستعداد للمعركه بسرعه، لازم عليهم يصد تعويذ الرماح دي لحد ما كيم يحرر الامبراطور الاحمر. بيقول كيم للتنين اللي هنسميه صبحي ما عندناش وقت نفضل نرغي فيها غالي، عشان كده خلينا ندخل في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. زي ما انت شايف كده الناس اللي ورايا دول مش هيقدروا يتحملوا كتير، وانا ناوي اهزم الحمامه اللي ورايا ده، هل هتقاتل معايا؟ بيظهر صبحي وبيقول له انا معاك يا ابو الصحاب، حررني وانا هكون مدين ليك. وفورا بعد تحريره بيتف التنين على الامبراطور الشمالي بكميه نار رهيبه. وفي نفس الوقت كيم بيقول يا دين النبي قوته مهوله زي ما انا توقعت فعلا. اكيد في ناس بتسال هو ايه اللي جاب التنين الناري ده للقطب الشمالي، وده للاسف يا صاحبي عشان التنين ده دماغه تعبانه. والله زي ما انا بقول لك بينسى ان هو تنين بالغ وبيتصرف كانه تنين صغير في السن، عنده زهايمر يعني. بيظهر الامبراطور الشمالي وناوي يستعمل عاصفه الصقيع، عشان كده بيزعق الكابتن وبيقول لهم يتصرفوا بسرعه والا كلهم هيموتوا. صاحبنا بيقرر فعلا يعالج المشكله بتاعه التنين العبيط ده الاول، وبيرمي له حاجه في بقه، ودي كانت حته لحمه وشكله سارقها من لوفي. ايه يا اسطى اللحمه حلوه عايز تاني؟ بيقول له صبحي ايوه يا كبير اديني، هاكلك كل اللحم اللي انت عايزه، لكن في المقابل لازم تسمع كلام. وزريبو بينزل هجوم امبراطور الشمال عليهم يفجر المكان، لكنه بيتفاجئ لما مش بيلاقي اي حد مصاب، عشان صاحبنا كان ركب التنين واتفادى وبيقول انت عبيط ابو دماغ عصفور، خلاص جه وقت الانتقام يا حماده. وبسبب سيطرته على التنين بياخد سمة فارس التنين، وبكل شموخ كده بيقول لكل فرسان التنين هجوم. وعلى طول بوم طخ اوف يح من كل اتجاه على الطائر، لدرجة ان هو حتى مش عارف يتفادى الهجمات. ولما قرر يصد الهجمة كانت قوية جدا عليه وانضرب ووقع من الجو، لكنه مش عايز يموت ابن الصرمة بسهولة، وشكله كده بتسعة ارواح. بيجري كيم بسرعة عليه ويلحقه وبيقول له على فين يا غالي، كنت ناوي تهرب؟ لكن صبحي العبيط ده بيقول له يا اسطى الطائر ده قوي جدا وانا خايف منه. بيقول له كيم ما تخافش يا عم،
ثق فيا، ده مجرد طائر ضعيف يعني، وكمان هديلك لحمه كتير. وزريبيو بيتف عليه التنين وهو بيزعق ويقول لحمه لحمه. والله يا جدعان شبه لوفي في تصرفاته، ما هو بطنه هي اللي بتحركه. بيقول له كيم عاش عليك يا اسطى، وقبل ما يكمل كلامه بيتفاجئ بكميه رماح جليديه جايه عليه، فبيخاف التنين لكن كيم بيقول له اثبت وانا هحميه، وعلى طول بدأ يكسر في الرماح دي. لكن للاسف سحر الجليد عند امبراطور الشمال قوي جدا على كيم، عشان كده الكاتب بيقول له ما تقلقش يا غالي انت مهكر القصه، وبيديله على طول مهاره القلعه المتحركه. وعلى طول ما بيصدق كيم انها جات له، وبيحط كل سمات الدفاع اللي حصل عليها عشان يجيب مهاره الحاجز السماوي، اقوى مهاره دفاعيه في اللعبه كلها. بيستعمل المهاره على مجموعه الفرسان وبيأمرهم بهجوم مشترك على الطائر، وبسبب كده بيتجنن من كتر الوجع، وعلى طول بيقرر يفعل تقنيه عاصفه الجليد. بيخاف الحراس ومش عارفين يعملوا ايه، ما هو المره اللي فاتت تم اسرهم لما كان فعلها. بيقول لهم القائد محدش يقلق ولا يتحرك من مكانه، المعركة دي مختلفة عن قبل كده، احنا معانا دلوقتي السيد كيم عشان كده لازم نثق فيه. بيقول كيم ان مهارة العاصفة الجليدية دي هي الالت بتاع امبراطور الشمال، لكن انا كنت جاهز لها من بدري. استنى بس يا رجالة، حد عارف الشخصية دي في لول اسمها ايه؟ اللي يعرف يكتب لي تحت في التعليقات. الالت بتاعها بالظبط نفس الالت بتاع امبراطور الشمال. نكمل. على طول بيستعمل مهارة ارث الارض، وبعدها بيدمج معاه مهارات الدفاع، وبدأ يشارك المهارة دي مع كل الفرسان عشان يحميهم من العاصفة الجليدية. بتتفاجئ سيليا من المهارة دي، عشان حتى بعد ما ضرب عليه الامبراطور بمهارته ما كانش لها اي تأثير عليهم. ايوه بقى هو ده الكلام، بما انك خلصت هجومك فجي دورنا عشان نهاجم يا معلم. بيقرر ساعتها يجرب حاجه جديده، وده عن طريق دمج المانا بتاعته والمانا بتاعت صبحي عن طريق سمة فارس التنين، وفعلا بدات تتخزن جواه طاقه بتعزز له مهاره النار القصوى. وعلى طول بيرمي الكره الناريه على امبراطور الشمال وبيقول له النهارده هعمل منك حمام مشوي. بتحصل اصابه مباشره في حاجز الدفاع اللي في جسمه، وبالتالي بتظهر اخيرا النواه بتاعته ونقطه الضعف، وزريبيو بيديله صاحبنا صاروخ ار بي جي عشان يخلص به الحوار. واخيرا خلصنا من المعركة دي. الكل مش مصدق انهم بجد هزموا اقوى كائن في القطب الشمالي، فرحانين وبيقولوا في نفسهم اخيرا هنبقى احرار. انا في الاول ما كنتش مصدقه، لكن بجد شكرا ليك يا سيد كين. بنرجع تاني للقلعه وبتقول سيليا انت جميلك ده كبير فوق راس يا سيد الناس، انا مش عارفه ارد لك جميلك ده ازاي الصراحه. بيقول لها صاحبنا انا بصراحه كنت جاي هنا لغرض واخدته خلاص، فمش محتاج حاجه يعني. ايه ده يا جدعان، هو اللي انا بسمعه ده بجد؟ هو الخنزير ده مش هيتخنزر عليهم وياخد منهم فلوس؟ بيقول كيم انا معايا كل اللي محتاجه، اخدت النواه وكمان حصلت على سمه العاصفه الجليديه، انا شغلي خلص هنا عشان كده هستأذن انا. بتوقفه سيليا وبتقول له استنى بس يا كبير، الفرسان كلهم هيزعلوا قوي لو مشيت كده بدون ما يشكروك او حتى تطلب منهم حاجه، هل في اي حاجه نقدر نقدمها لك؟ بيقول لهم صاحبنا خلصانه يا جدعان، انا ممكن بس احتاج منكم مساعدتكم في المعركه الجايه باذن الله. الاتنين بيستغربوا وبيسالوه معركه ايه دي؟ لا مفيش، اصل عندي طار بايت مع واحده بنت صارمه عايزه تسيطر على جسمي عشان الحاكم ابن المجنونه بتاعه. بتقول سيليا خلصانه يا كبير، احنا معاك في المعركه دي. فجاه بينادي صبحي على كين، فبيقول له ايه ده، الذاكره رجعت لك اخيرا يا كبير ولا ايه؟ حالتك عامله ازاي؟ جعان يا اسطى، يا اسطى جعان يا اسطى، فين الاكل؟ بيبص له كيم كده بيقول له تصدق بالله انت مش تنين، انت خنزير. لكن الخنزير الحقيقي هنا يا رجاله هو كين، عشان جات له فكره ان هو يضحك على التنين ده ويخليه الحيوان الاليف بتاعه مقابل ان هو يديله لحمه. خنزير يا جدعان خنزير. بقول لك ايه يا زميلي، انا عندي مخزون كبير قوي مليان لحمه، بس مش هنا، مش معايا دلوقتي، ايه رايك تيجي معايا وهتاكل لحد ما تشبع؟ بيقول له التنين احلف كده يا اسطى، قول بجد والله. على الطلاق انت بني ادم طيب قوي، خلاص انا راشق معاك يا كبير مطرح ما تروح. يا عيني الاتنين متفاجئين ان الامبراطور الاحمر اندحك عليه بسهوله كده. صاحبنا بيقول لهم هو عادي لو انا خدت العبيط ده معايا هيضركم في حاجه يعني؟ لا يا كبير، هو مش حكايه تاخده ولا لا، اصل مفيش حد بيقدر يسيطر على التنانين الحقيقيه، ده احنا انصاف التنانين اللي معانا كنا بنعاني عشان نسيطر عليها. لو العبيط قصدي لو التنين ده موافق يجي معاك فخده عادي يعني، وكل اللي علينا نعمله هو اننا ندعي له ربنا يشفيه، قصدي ندعي له يبقى سعيد يعني معاه. بيقول لهم كيم تمام ماشي. بيناول العبيط ده حته لحمه وبيقول له يلا يا معلم عشان نروح البيت. اخويا ده بجد قدر يسيطر على تنين حقيقي، الراجل ده بجد غير متوقع، بس هو اكيد مش ببساطه كده يعني يسيطر عليه بشويه لحمه، مش كده؟ بيقول لها اخوها اكيد لا طبعا، على الرغم من ان دماغه تعبانه وبيفقد الذاكره، الا ان الامبراطور الاحمر ما زال ملك للتنانين، واكيد حس بحاجه من قوه البشري ده، البشري اللي نقدر نقول عليه القائد الحقيقي لفرقه فرسان التنين. بيعدي الوقت وكيم بيجي عندنا يا اسطى، بيجي مصر وبالتحديد في جنوب مصر. طبعا الكل بيبقى مش مصدق ان في تنين بيطير فوقهم. بيقول كيم انا حتى لو كنت فوق السحاب فلسه جسمه الضخم ده ظاهر ومش عارف ازاي هخفيه. بتحذره انيا فجأة بوجود ضباب بيمنع استخدام المانا، وساعتها بيعرف ان هو وصل اخيرا لبحيرة نصر. الضباب ده لو انا دخلته مش هقدر استخدم المانا وهبقى كأني انسان طبيعي. بتسأله انيا هيعمل ايه، فبيقول لها
لو قتلت هنا هبقى عبيط، خلينا نروح مكان نستعد فيه، روحي بينا على اسوان يا ست الكل. اللي حصل فجأة في المناخ ده اكيد بسبب حاكمة النهر. بيعدي الوقت وبيوصل صاحبنا لقصر معين في أسوان، وبمجرد ما بيفتح الباب بيحصل على تحية كبيرة بصفته حامل استجمة للحاكم، وكمان بصفته سيد سيف كبير. ايه الإحراج ده يا جدعان؟ تسلموا لي يا جدعان والله، مفيش داعي والله، ملاش لازمة اللي انتوا بتعملوه ده. بيحكي لنا كيم ان المكان ده هو القاعة الرئيسية لمنظمة أوزوريس، وانا كنت مبلغ المطار بقدومي لكن ما توقعتش الترحيب ده كله منه. بيوصل شخص بيرحب بكيم وبيقول له يا مرحب بيه، ويلكم تو ايجيبت يا عم الحاج. بنعرف بقى ان الراجل ده هو العمدة حسين، وبيشكره بطلنا على ترحيبه ده وبيقول له حبيبي تسلم، انا عارف ان انا جيت على غفله لكنكم اهل كرم يعني ووضبت كل حاجه. بيقول له حسين عيب عليك يا غالي، البيت بيتك، انت نورت مصر، تعالى ندخل كده نشرب خربوشين شاي ولا حاجه. لكن كيم تقريبا ما بيحبش الشاي، فبيقول صاحبنا كان نفسه والله، انا جاي هنا بس صد رد وهمشي على طول. بيقول له حسين اكيد طبعا واحد زي سيادتك يا معلم كيم هيبقى مشغول، انت جاي هنا عشان عشيره السمك اللي محتله البحيره مش كده؟ بيقول له صاحبنا يعني ممكن تقدر تقول كده يا معلم حسين. بيقول له حسين بعد ما تم انشاء السد العالي منظمه اوزوريس كانت دايما في صراع ضد عشيره السمك دي، بس احلى حاجه فيهم انك تقدر تصنع منهم اكاسير، انما ايه لوز اللوز. بيقول كان في نفسه انا عارف الحاج حسين بيلمح لايه بالظبط، هو شكله عايز ننهي الحرب اللي بينهم دي، وكده كده اصلا ان انا هنا عشان اصنع اكسير لاختراقي وممكن اساعد بالمره، لكن الفكره ان الحاكمه بتاعتهم من المستوى الثامن فمش عارف اقدر عليها ولا لا، خلينا نجرب. بيقول له كيم خلصانه يا كبير، اعتبرني هساعد خلاص، لكن انا محتاج شويه حاجات كده الاول، هات لي كميه كبيره من الاكاسير بعد اذنك. بيقول له حسين بس كده؟ ده انت تؤمر يا غالي، خد ده كمان معاك هتحتاجه. بيقول له كيم مش دي اداه بتمنع تاثير ختم المنى بتاع الضباب؟ بيقول له الحاج حسين انت شكلك دارس جوه وبره فعلا، ده هيساعدك فعلا في قتالك ضدهم. بيعدي الوقت وبيروح صاحبنا للبحيره، وطول ما هو ماشي باللانش بتاعه بيبقى خايف، وبيحكي لنا كيم ان حاكمه النهر اتجننت فجاه، ومن ساعتها اعلنت المنظمه ان المكان ده يعتبر منطقه محظوره. بيلوح باللمبه اللي في ايده وبيجي عليه شويه وحوش، وفورا بداوا يزقروا عليه عشان يهاجموه، لكنه بيقول لهم استنوا يا جدعان استنوا، انا مش هنا عشان اصطادكم. بيعرفنا كيم ان الكائنات دي مش خطر على البشر، انما هم بيهاجموا البشر عشان يحموا المسكن بتاعهم من الدخلاء. انا صحيح ما اعرفش اللغه بتاعتهم، لكن انا عندي طريقه اتواصل معاهم بيها، واظن انهم بيقولوا لي غور من هنا يلا. بيكتب لهم كلمه اهلا بالانجليزي وبيقول لهم انا عارف انكم بتعرفوا تقراوا، انا هنا مش عشان احارب ضدكم. عشيره السمك مش عندها احبال صوتيه وطريقه التواصل بتاعتهم مختلفه عن البشر، لكنهم عندهم ميزه وانهم بيعرفوا يكتبوا زي البشر بالظبط. فعلا الوحوش بتكتب له اهلا، وبيفرح كيم انهم فاهمين كلامه اخيرا، وكمان بيلاحظ ان هم فرحانين عشان اول مره يشوفوا انسان مش شايفهم كاعداء وبيتكلم معاهم، وبسبب اللي عمله بياخد سمه التواصل مع الحيوانات البحريه. بمجرد ما بيستخدمها بيفهم واحد فيهم بيتكلم وبيقول له انت يا بشري هو انت مش خايف مننا ليه؟ بيبص عليه صاحبنا وبيدقق فيه كده، وبعدها بيهزر معاه ويقول ايه ده يا اسطى انت شكلكم وحش قوي. بيضحك معاه الوحش بيقول له دمك خفيف يا عم، بس ما قلتليش هو انت عايز ايه؟ مفيش يا سيدي، انا هنا عشان اخد نقطه دم من الحاكمه بتاعتكم. بيتعصب عليه الوحش وبيهجم بكل قوته وبيقول له انت طلعت زيك زي باقي البشر غدارين وعايز تأذي الحاكمه، انت لازم تموت النهارده. بيقول كمان انا فاهم عصبيتهم دي لان الحراس دايما بيهجموا عليهم، لكن ده مش وقته، وفورا بيتفتى ضربه الرمح وبيمسكوا منه، وبعدها بيقول له اهدى يا عم شويه، انا مش جاي هنا للحرب، اسمع مني بس الاول وبعدها هحكم. بيتفاجئ المحارب وبيقول له انت ازاي قوي يا عم للدرجه دي؟ كيم بيقول له مش مهم يا عم، المهم دلوقتي انا هنا عشان اساعد الحاكمه بتاعتكم تخرج من حاله الجنون بتاعتها، وده طبعا في مقابل قطره دم واحده بس. بيقول له المحارب احنا بقالنا مئات السنين بنحاول نعمل كده لكن مفيش اي فايده، فايه اللي ممكن بشري زيك يقدر يعمله ويساعدنا؟ بيقول له كيم بصراحة أنا مش عارف أقولها لك إزاي، لكن الطريقة الوحيدة عشان أقدر أساعدها هي إن أنا أفضل أضرب فيها لحد ما تفوق من الجنون. ولا وربنا أنت اللي عايز تتضرب، انت عبيط لا ولا دماغك فيها حاجه؟ بيقول له كيم يا عم اصبر بس وحات ابوك يا كابتن، الحاكمه بتاعتكم واحده من الارواح مش كده؟ الطريقه عشان تقدر تخلي روح شريره او روح فقدت طريقها ترجع لطبيعتها تاني هي لما توصلها لحافه الموت. هل فهمت بقى الطريقه اللي انا عايز استخدمها؟ بيقول له المحارب تمام انا هثق فيك مؤقتا، وعلى طول بيتف في وشه، اه والله زي ما انا بقول لك كده. بيقول له كيم طب قول لي الاول قبل ما تعمل كده، ده انت بني ادم براس سمكه، اخ ايه الريحه المعفنه دي؟ بس ده المتوقع من سمكه يعني. بيقول لنا كيم ان المحارب ده رش عليه ميه عشان يديله سمه ألفة النهر، والسمه دي هي اللي هتخليه يقدر يتنفس تحت الميه بسهوله، وكمان يقدر يتحرك كمان، وده طبعا هيديله افضليه في الميه كمان عشان يقدر يقاتل. بيستعمل كيم مهارة الحركة عشان يقدر يعوم بسرعة، وبعد شوية بيوصلوا أخيرا للمكان. بيقول له المحارب الحاكمة موجودة عند العمود ده. بيقول له كيم حبيبي تسلم، يلا خلينا أشوف شغلي، لكن المحارب بيوقفه وبيقول له
قبل ما تمشي انت لازم توعدني، لازم توعدنا ان الحاكمه هتقدر ترجع لعقلها من تاني. بيقول له كيم انا بوعدك طبعا، لكن انا عايز منكم شويه مساعده وما تقلقوش عشان انا معايا اكاسير كتير هتساعدها. بيقول للمحارب خلصانه يا كبير، توكل على الله. تمام، كله يرجع لورا. بيفعل صاحبنا سماته وفورا بيحرك قوته الناريه وبيضربها على العمود، لكن طبعا ده كله كان بهدف ان هو يخلي الحاكمه تظهر نفسها، حاكمه النهر الجنيه المجنونه. كلمة السر يا صاحبي يا صبحي اكتبها لي في التعليقات عشان تظهر معانا الفيديو الجاي، ولو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والشير لو كنت حابب تساعد اخوك طبعا. كان معاكم سيف حسام الدين واشوفكم في فيديو جديد وسلام.